وان انا اتعاقد مع اعلاميين بارقام فلكيه والكلام ده كله، اعتقد الوضع ده كله اتغير ولابد من اعاده النظر فيه. لكن بالنسبه للعيبه، بالنسبه للاجهزه الفنيه، لا يمكن ان يتغير هذا الوضع لان دي سوء. طالما حضرتك اتكلمنا عن الاجهزه الفنيه بقى، هنروح للنادي الاهلي وناخد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن سيد. مساء الخير يا استاذ، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك. اهلا يا كابتن سيد، اهلا بيك. كابتن سيد، سمعنا ان النادي الاهلي كان عنده لقاء ودي والامن لغى اللقاء، وتصريح لحضرتك قلت ان طبعا الظروف دي هتبقى صعبه جدا على فريق النادي الاهلي، ان في وجود ان الامن مش عارف يامن ماتش ودي. هل فعلا ده تصريح؟ هل فعلا في قلق في النادي الاهلي من عدم اقامه الوديات؟ لا، ده طبعا مؤشر خطير جدا على الكره عامه والرياضه. يعني انت بتتكلم في مباراه وديه مش عارف تلعبها، ومش عارفين نستعد لمباراه في دوري ابطال افريقيا دور ال 32. يعني غايب بالك فتره طويله جدا عن المشاركات الرسميه. يعني حتى برنامجك التدريبي بيتغير من وقت للتاني. عارف كل جهاز فني بيبقى حاطط برنامج تدريبي، وخصوصا لو العمليه طولت من 1 ابريل من يوم المباراه المشؤومه بتاعت مصر لحد دلوقتي. انت ما شاركتش في اي مباراه رسميه، خدنا حوالي اسبوعين راحه سلبيه خالص، وبعد كده خرجنا عملنا معسكر في دبي كان له اهداف معينه. بعد كده انت عايز توصل بالفريق لمستوى معين، وتفاجئ ان انت المباراه بتتلغي والمباراه الثانيه بتتلغي، وهتلعب على البن الاسيوي بدون استعدادات. ده شيء اعتقد ان هو على المستوى الفني هيبقى صعب جدا جدا يعني. كابتن سيد، طبعا كنت حضرتك يعني من اكثر الرياضيين اللي تاثروا الحقيقه بحدث بمجزره بورسعيد، ولكن النهارده بعد قرار الاحاله الشعور حضرتك ايه؟ والله بص، الامر كان واضح جدا. انت بتتكلم على جريمه كانت مذاعه على الهواء، يعني جريمه كانت منقوله على الهواء مباشره. جريمه كانت ضد الانسانيه، جريمه ما اعتقدش ان في حد هيقدر ينساها وهتتسجل في التاريخ. وللاسف هي حاجه مش كويسه يتذكر فيها الدوري المصري. بالعكس، يعني على مستوى العالم ككل هتلاقي اليوم الوحيد اللي اتكلم فيه العالم كله على الدوري المصري هو حدث بورسعيد ده. طبعا الموضوع كان في منتهى الصعوبه ومش ممكن ابدا يروح من الاذهان. لكن في وقت من الاوقات عشان تبدا صح وتشتغل صح قراراتك لازم تكون صح. واعتقد ان كمان القرار توقيته بيبقى اهم كتير جدا من القرار. في بعض الاوقات بيبقى توقيت القرار مهم جدا. متهيألي لو القرارات طلعت من بدري، القرارات الاداريه والقرارات الجنائيه، يمكن الجزء الجنائي والجزء الخاص بالتحقيقات بالطبع بيبقى محتاج وقت ومحتاج معلومات عشان تطلع. انت بتتكلم في جريمه قتل يعني. لكن كمان العقوبه الاداريه الرياضيه اللي انت مستنيها لحد دلوقتي انا مش فاهم. يعني كابتن سيد، بعد اذن حضرتك، النهارده بقرار الاحاله يعني واضح خلاص ان القضيه راحه في العقوبه الجنائيه، ولكن هل النادي الاهلي سيستكفي بكده ولا برضه مستني العقوبه الرياضيه على النادي المصري؟ انت مستني، بص يا استاذ، انت مستني القرارات ايه نفسها. زي ما قلت لحضرتك، انت بتتكلم على جريمه قتل. جريمه القتل ديت فيها حاجتين، فيها شقين، وعشان نبقى واضحين جدا. شق جنائي وده تولته التحقيقات، واحنا مستنيين اللي يحصل وايه القرار، واي واحد كان مشارك ولو حتى بشكل سلبي يتعاقب، ايا كان اسمه بقى، ايا كان منصبه. ويعني النيابه العامه النهارده والنائب العام وحبس وحاله 6 من الامن و3 من قيادات النادي المصري، او من مدير النادي، او مدير الاستاد، ومدير كمان الامن او المسؤول عن الامن. ده شيء يعني يبين ان في حاجه ما كانتش مظبوطه. الامر الثاني بقى ده الجنائي. الامر الثاني هو الرياضي عشان تاخد حاجه صح 100%. افصل ما بين مدينه بورسعيد ومحافظه بورسعيد وما بين النادي المصري عشان تاخد حاجه صح. ما تقعدش تربط بيها الامور هنا ولا هنا بقى، يعني مع احترامي للجميع. يعني مدينه بورسعيد دي مدينه مصريه، يعني ولادها وشبابها ورجالتها اخواتنا. لكن النادي المصري نادي ارتكب مذبحه، جماهيره ارتكبت مذبحه. النادي اقيمت على ملعبه اللي هو استاد النادي المصري مذبحه رياضيه عار على الكره العالميه والكره المصريه بوجه التحديد. فالنهارده قرارك لازم ما يكونش فيه رأفة اطلاقا باي صوره من الصور، عشان تمشي صح، عشان الدنيا دي تمشي صح بدون اي مزايده، عشان تشتغل صح، وعشان الاجيال اللي بعد كده تتربى بشكل كويس قوي. يعني ايه رياضه، ويعني ايه فريق يجي يلعب عندك، ويعني ايه تكسبه ولا او الثقافه يعني اللي اقصدها.
تكسبه او تخسر او تتعادل، في الاخر دي رياضه، دي كوره. لكن ان انا يعني تعصب ياخدني ان انا اتهجم على ناس واقتلها، وشباب 18 و17 و16 و15 سنه يعني، وهم ناس كل ذنبهم ان هم جايين يشجعوا فريق او يساندوا فريق. اعتقد لو العقوبه 100% جامده، والعقوبه 100% تستاهل او تكون على نفس قوه الحدث ونفس اهميه الحدث، الامر ده لا يمكن يتكرر، لا يمكن يتكرر. طبعا ان شاء الله. بعد كده بقى يبدا الاجيال اللي جايه تفهم كويس قوي ان دي كوره، وان دي رياضه، وان في مستوى معين للتشجيع ما ينفعش اتعداه. كابتن سيد، الحقيقه سؤالنا الاخير مع حضرتك، يعني الوديات كلها بتاعت النادي الاهلي بتلغى، الامن الحقيقه مش موافق على اقامه الوديات، النادي الاهلي داخل على لقاء مهم مع البن الاثيوبي، ماذا يفعل النادي الاهلي؟ انا في مأزق طبعا كجهاز، وانت عارف يعني ايه لما يكون في اخطاء فنيه بتعالج من خلال التدريبات ومن خلال المباريات الوديه. طبعا. طب انا النهارده ما عنديش مباريات وديه، وبعدين حتى يا استاذ سيف انا ما عنديش حتى اللي جاي ده مش دوري، هتقول مثلا يعني اول اسبوعين ولا 3 وبعد كده سياسه النفس الطويل. انت بتتكلم في الضربه القاضيه على طول، لا قدر الله لو حصل حاجه في الماتشين او الماتش الاولاني الدور الاولاني ده، خلاص انت مالكش التكمله. فبالتالي انا في مأزق شديد جدا، ما عنديش مباريات وديه حتى لا مع دوري ممتاز ولا مع فرقه اقل ولا مع فرقه اقل. فانت بتتكلم في حاجه في منتهى الخطوره يعني. للامانه انا ما فيش حلول، يعني انت ما قدامكش حل، يعني انت بتشتغل على ارض الواقع، لكن يعني مش ممكن هنسيب الكوره كده بالشكل ده. الكوره بقت عامله زي اللي في غرفه الانعاش، يعني في العنايه المركزه. شكرا الحقيقه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، الله يكون في عونه. الحقيقه يعني الراجل برضو عنده ازمات يعني كتيره، مش عارف هيتغلب عليها ازاي. استاذ عصام طبعا يعني وقتي انتهى، بيعدي مع حضرتك بسرعه جدا. عايز من حضرتك في 30 ثانيه كلمه تقولها لجمهور النادي المصري او شعب بورسعيد او الشارع البورسعيدي.